الفضية لاحتلاله المركز الثاني في مسابقة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين رعاه الله. خادم الحرمين الشريفين راعي هذا اللقاء الكبير يتابع أبنائه الرياضيين بعد نهاية هذا اللقاء الكروي الممتع الذي شاركنا في نقله حيا على الهواء، بالإضافة إلى تلفزيون المملكة العربية السعودية، تلفزيون مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC، وتلفزيون العرب وبعض محطات الخليج، وبحيث استمتع المشاهد العربي في المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي والمشاهد العربي في كل مكان تصل إليه هذه القنوات استمتع بهذا اللقاء الممتع. كما أن هذا اللقاء قد تم نقله عن طريق محطة دبي الفضائية إلى أمريكا وأوروبا، حيث يشاهده أبناؤنا الطلبة الذين يتلقون التعليم هناك. لحظات أيها الأخوة، ويتشرف الجميع بالسلام على القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بينما نشاهد هنا إعادة للأهداف التي سجلها نادي النصر في هذا اللقاء، وحصل بذلك على كأس دوري خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم الرياضي لعام 1415 هجريا.